مدينة ورا مدينة كانت بتقع، وجيوش كاملة بتختفي كأنها ما كانتش موجودة. احنا النهاردة بنكمل حكاية المماليك ولحظة ما الخطر بقى على باب مصر. بعد سقوط بغداد سنة 1258 العالم الإسلامي كله اتشل من الرعب. المغول ما كانوش مجرد جيش، دول كانوا إعصار، يدخلوا البلد يقتلوا يحرقوا وما يسيبوش وراهم غير الخراب. بعد ما خلصوا على الخلافة العباسية في بغداد، هولاكو بيبعت رسالة لمصر، رسالة ما فيهاش تفاوض ولا حتى تهديد عادي، دي كانت إعلان رسمي بالحرب. وبيقول فيها باختصار: نحن جنود الله في أرضه، ومن قاومنا ندم، ومن سلم نجا. الرسالة بتوصل لمصر وكل الناس فاكرة إن خلاص النهاية قربت. وفي الوقت ده كان السلطان في مصر سيف الدين قطز حاكم جديد، والدولة لسه بتتكون، والجيش لسه خارج من صراعات داخلية. والطبيعي إن أي حاكم عاقل في الظروف دي كان ممكن يفكر في الاستسلام، لكن قطز عمل حاجة غير متوقعة. جمع الأمراء وقرأ الرسالة قدامهم، وبعدها أمر بقطع رؤوس رسل المغول. وده كان قرار معناه حاجة واحدة بس، إن مفيش رجوع. قطز كان عارف إن مصر لو سقطت مش هيفضل في المنطقة قوة تقدر توقف المغول، فإما نكسب المعركة يا إما التاريخ يخلص هنا. بدأ بتجهيز الجيش، والمماليك لأول مرة هيخرجوا مش بس يدافعوا عن مصر لكن عن كل المنطقة. لكن الحرب الحقيقية ما كانتش لسه بدأت. انتظرونا في الجزء الجاي عشان نشوف ازاي هنوصل للمكان اللي التاريخ وقف عنده.